يا صباح الفل. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني. مقرمش من بره وطري جدا من جوه، وأحلى وأنضف من بره بكتير، وكمان من غير توابل غريبة تغير من طعم اللحمة. وهنعمله بطريقة سهلة وبسيطة ونتيجته مضمونة 100%، وهتخليكي تعتمديها على طول. وهنعمل الكمية دي كلها بنص كيلو لحمة بس. ولو أول مرة تشوفوني أنا رحاب، ياريت تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هبدأ أول حاجة بالعجينة. معايا هنا كيلو دقيق متعدد الاستعمالات، وطبعا تقدري تقللي الكمية براحتك. هضيف عليهم رشة صغيرة من الملح، ومعلقتين كبار من السكر، ومعلقتين كبار خميرة فورية. وبقلب كل المكونات الجافة دي مع بعض كويس. أنا هنا هعجن بمية ولبن. معايا كوبايتين من اللبن الدافي، هنزل بيهم الأول وأبدأ ألم العجينة بالشكل ده. بعد كده معايا كوبايتين من المية الدافية، دول هضيفهم بالتدريج علشان نوع دقيق بيفرق طبعا. وهنفضل نعجن كويس جدا لحد ما العجينة تلم معانا. المهم نفضل نعجن من 3 دقايق ل5 دقايق لحد ما تلاحظي ان العجينة بقت مطاطية وعملت معاكي عرق كده. شايفين العجينة عملت ازاي؟ بقت مطاطية جدا وعملت عرق، شايفين؟ بعد كده هضيف نص كوباية زيت ونكمل عجن تاني. هنا هتلاحظي ان العجينة بدأت تلم معاكي وفي نفس الوقت طرية جدا. وعلى فكرة العجينة دي تحفة قوي، ومش بس للحواوشي، دي تقدري تعملي بيها وصفات تانية كتير. بصوا كده العجينة بقت ناعمة وما بتلزقش، بحط صباعي وبشيله بيطلع نضيف، وفي نفس الوقت العجينة لسه طرية جدا. هغطيها بقى واسيبها في مكان دافي لحد ما تتخمر وتتضاعف حجمها. هتاخد حوالي ساعة على حسب الجو. هنسيب بقى العجينة تتخمر براحتها، وتعالوا بقى نتبل اللحمة. معايا نص كيلو من اللحمة. لازم اللحمة تكون فيها دهون ونسبة تكون كويسة. وهحتاج في الوصفة دي بصل كتير، حوالي 3 بصلات كبار، وبفرمهم فرم ناعم، وكمان فلفل أخضر، وأنا مزودة كمان فلفل ألوان. ولو مش متوفر عندك عادي استخدمي الأخضر مفيش مشكلة. وبرضو فرمهم فرم ناعم. كل ده أنا فرماه في الكبة. ولو مش متوفرة قطعيهم على ايديكي بس التقطيع صغير جدا، المهم ان هما يكونوا مفرومين فرم ناعم. نيجي بقى للتوابل. معايا معلقة كبيرة من الثوم البودر، ومعلقة من بصل البودر، ونص معلقة صغيرة من الثوم المفروم، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ونص معلقة شطة ودي اختياري، ومعلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة من الكمون. وبحب أضيف كمان كيس من المرقة الفورية، بيدي طعم حلو جدا للحمة. وأهم حاجة بقى معلقتين كبار من دبس الرمان، بيدي طعم خطير وبيفرق جدا في الحواوشي. جربوه مش هتندموا، بيخلي الحواوشي فعلا في حتة تانية، طعمه بيبقى خطير. وبقلب كل ده كويس جدا، وبعد كده ببدأ أعجنهم. بعجن كل ده مع بعض لمدة دقيقتين تقريبا. أنا عايزة اللحمة تمسك في بعض ويبقى فيها أنسجة كده. بصوا شايفين؟ أنا عايزاها توصل لكده بالظبط. افضلوا عجنوا فيها لحد ما توصلوا للشكل ده. هنغطيها بقى وادخلها التلاجة تتشمع شوية لحد ما العجينة تتخمر. العجينة خمرت وبقت جاهزة معايا. هطلع بقى الهوا منها وهنزلها على سطح نضيف، بس هرش رشة دقيق خفيفة علشان أعرف أشتغل بيها لأنها هي لسه طرية. هقسمها بقى زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هقطعها لقطع صغيرة. وباخد كل قطعة وأكورها علشان تبقى سهلة معايا في الفرد. ولو لقيتيها لسه بتلزق معاكي حطي رشة دقيق خفيفة على ايديكي وكملي شغلي فيها. هاخد بقى قطعة صغيرة واحط على وشها رشة من الدقيق، وهبدأ أفردها بالشكل ده. وخلي بالك غطي بقى العجينة وانت بتشتغلي علشان ما تنشفش منك. وافردي بقى العجينة بالراحة. انا عايزاها بسمك متوسط، لا هي تخينة قوي ولا هي رفيعة قوي تتقطع منك، لا انا عايزاها بالشكل ده. بعد كده هاخد كرة من اللحمة وافردها في نص العجينة، وهخلي بالي ما وصلش اللحمة لأطراف العجينة.
وهفرد اللحمة كويس جدا، وبعد كده هقفل العجينة من فوق. بعد كده هاخد الطرف الفاضي ده من العجينة وأقفل بيه على اللحمة بالشكل ده، وهقفل أطراف العجينة كويس جدا علشان ما تفتحش مني وقت التسوية. ولو لقيتيها بتلزق يعني حطي بس على صوابعك اللي انت بتقفلي بيها دي شوية من الدقيق، وضمي كده الأطراف على بعض وانت بتقفلي، وهنكرر نفس الخطوات دي تاني. وتقدري طبعا تحشي العجينة دي أي حشوة انت بتفضليها، ممكن تحشيها فراخ، ممكن تحشيها خضار، ممكن تحشيها مشكل جبن، ممكن لانشون، سلامي، أي حاجة انت بتفضليها احشيها، مش شرط فراخ ومش شرط لحمة، احشيها أي حاجة انت بتحبيها. لو عندك شوية جبن ممكن تحطيهم على بعض واحشيها، هتطلع تحفة. والتاني ده أنا هحب أدلعه شوية، هحط على وشه شوية من الموتزاريلا، هتطلع تحفة برضو مع اللحمة. هعمله برضو بنفس الطريقة، هحط اللحمة وافردها كويس، وبعد كده هحط شوية من الموتزاريلا على وش اللحمة، وهقفل العجينة برضو بنفس الطريقة. وأهم حاجة هنقفل برضو الأطراف كويس جدا، ونخلص باقي الكمية بنفس الطريقة. وبعد ما نخلصهم هنرصهم في الصينية، وهدهن على وشها صفار بيضة مع شوية من اللبن، وبقلبهم مع بعض وادهن وش العجينة. وبعد كده هرش شوية سمسم على الوش، وبدخلها فرن سخن مسبقا على درجة حرارة 180. هياخدوا حوالي من نص ساعة ل40 دقيقة تقريبا، لحد ما تلاقي الوش احمر واستوت تماما. وأول ما يطلعوا من الفرن غطيهم بفوطة نظيفة لمدة دقيقة بس علشان يبقى طري. ولو مش حابة تدخليه الفرن تقدري تسويه على النار بكل سهولة. بتجيبي طاسة مش بتلزق وبتحطي فيها شوية زيت بساط، وسيبيه حوالي 3 دقايق على كل ناحية لحد ما ياخد لون حلو ويستوي تماما. وكمان لو مش حابة تعجني أصلا تقدري تعملي نفس تتبيلة اللحمة دي وتحطيها في عيش بلدي أو عيش شامي زي ما تحبي، الأسهل ليكي. تعالوا بقى نشوف الحواوشي بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. بصراحة الريحة كانت فظيعة، وتتبيلة اللحمة كانت مالية المكان. تخيلوا بقى وهي مع العجينة سوا، الطعم كان خطير بجد. العجينة شربت من طعم اللحمة والتوابل وطلعت حاجة رهيبة. بصوا بقى اللي بالجبنة، شايفين الجبنة سايحة وعاملة ازاي؟ بجد مش هتبطلوا تعملوا الوصفة دي. الريحة ما اقولكوش بصراحة كانت فظيعة. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. باي باي.